أنا اسمي هبة، عندي دلوقتي 25 سنة، عايشة مع والدتي في البيت لأني والدي متوفي، وأنا اتخطبت مرة قبل كده وما حصلش نصيب. اتخطبت سنة تقريبا، وبعد السنة دي معرفتش أحبه أو أحس إن هو الراجل اللي أنا هكمل معاه حياتي، فما كملتش الخطوبة وفضلت زي ما أنا عايشة مع والدتي. والدتي بتهتم بنفسها جدا، ما يبانش عليها السن. والدي متوفي بقاله 5 سنين، ووالدتي طبعا ما كانتش بتشتغل. ظروفنا المادية كويسة، ما كانتش وحشة. كنا عايشين حياة إلى حد ما كويسة. كل فترة بلاقيها بتنزل تجيب لبس جديد وبتهتم بنفسها كتير، وكانت دايما بتروح للكوافير. طبعا أنا كنت بعمل كده بالظبط وبهتم بنفسي، لأن احنا طبعنا كده أصلا بنحب نهتم بنفسنا. وأنا طالعة زيها بالظبط في كل حاجة، حتى في الشكل. المهم بعد وفاة والدي ابتديت ألاقي إن والدتي بتهتم بنفسها أكتر، وبتنزل زي ما قلتلكم كده تجيب لبس كتير، يمكن في أوقات أصلا عادية، مش عيد ولا حاجة، ما يكونش فيه أي مناسبة. بتهتم بالبيت أكتر، بتعمل أكل كويس كل يوم. أكيد الحاجات دي كلها ممكن في جزء كبير منها متعودين عليها أصلا من أيام والدي الله يرحمه. ولكن لما توفى ابتديت ألاحظ إن في حاجات بقت بزيادة عن اللزوم. زي مثلا كل أسبوع بتروح مرة أو مرتين للكوافير. ما كنتش عارفة بصراحة إيه سبب التغيير ده، بس الطبيعي أو اللي هيجي في تفكير أي حد إن هي ممكن تكون عاوزة تتجوز. وأنا الحقيقة ما كانش عندي أي مشكلة خالص، بالعكس، لأني أنا كنت عارفة إنها صغيرة، وكمان ما كانتش مبسوطة مع والدي. وكمان كانت بتحكيلي من زمان إنها بتحب شخص معين، بس النصيب ما جمعهمش مع بعض، والشخص ده مسافر بره. طبعا كان لوالدتي أخ شغال مهندس، هو ووالدتي توأم، بس ما كانوش شبه بعض. كان بيشتغل مهندس وكان رافض إن هو يتجوز، أو ما حصلش نصيب إن هو يتجوز قبل كده. كان من سن والدتي بالظبط زي ما قلتلكم كده، لأن هم كانوا توأم. لما رجع من السفر ابتدى يجي كتير عندنا البيت، وأنا بصراحة في البداية كده ما كنتش عرفته، أو كنت شفته أكتر من مرتين تلاتة، أو شفت صور ليه أصلا. لكن طول الفترة دي أو طول الفترة بتاعت زواج والدي ووالدي كان خالي ده على طول مسافر. المهم بقى خالي بقاله سنة استقر هنا، وما بقاش يسافر زي ما قلتلكم. طبعا طول السنة دي كان بيجي زيارات لوالدتي، وكان بيطمن عليا وعليها وكده. ساعات كتير كان بيبات عندنا، واحنا عيلة مع بعض كده، هو خالي بقى مش حد غريب. كان هو ووالدته متعلقين قوي ببعض. حتى لما كان بيسافر كانت والدتي بتكلمه، كانوا بيتكلموا كتير قوي في التليفون، وهو كان بيكلمها وبيطمن عليها، وكان بيسألها عن أخبارنا وعن ظروفنا والكلام ده كله. بصراحة لما رجع وابتدى إن هو يفضل عندنا